وبقية العلامات كذلك قالوا ثنتان أيضا، هذا كل ليلة تجربها. ما هي الأولى؟ قال عليه الصلاة والسلام أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء جماعة وصلاة الفجر جماعة، ولو علموا ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا على الركب. صدق رسول الله، صدق رسول الله. كيف تنام عن صلاة الصبح؟ قالوا يا رسول الله فلان نام ما صلى حتى أصبح. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. حتى كان بعضهم وآخر من رأيناه حبيبنا عبد الله بن عمر الشاذلي شيخ الإسلام رحمه الله، ونحن طلبة هناك نتأخر عن الصلاة ساعات، يقول اغسل أذنك قبل أن تتوضأ من بول الشيطان، لأنهم اختلفوا هل هو حسي أو معنوي. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. أنت هذه الساعة وقت قسمة قبل الفجر بالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وكذلك ما شاء الله بعد صلاة الصبح نعمة كبرى، إذا صليت الصبح وجلست حتى ترتفع الشمس روحت إلى بيتك حجة وعمرة تامة تامة تامة، وكتبت لك حسنات بعدد شعر بدنك. كيف تضيع هذا؟ ما ننام بعد صلاة الصبح ضيق الله رزقه، الرزق الحلال مضيق عليك. فلا بد يعني في هذه الأيام تصحيح الأعمال، التوبة الصالحة. ونحن بغينا الجماعة يختصرون المسألة هنا وفي هذه الليلة وفي هذا المجلس. الحبايب عيون العلويين سيدنا الحبيب شيخنا وخليفة السادة العلوي حبيبنا عبد القادر بن أحمد السقاف، هو عالم وولي صالح، وأبوه عالم وولي صالح، وآباءه كلهم إلى النبي هكذا. عالم فاضل أبي ثم جدي هكذا إلى المختار. حبيبنا أحمد مشهور وحبايبنا هؤلاء كلهم ما شاء الله بغيناهم يعني يتوجهوا إلى الله جل وعلا، ويصلح الله قلوبنا ويصلح الله قوالبنا ويملأ قلوبنا إيمان ويبدل الحال إلى أحسن حال، ونرجع عليه نتوب من هذا المصائب ونرجع إن شاء الله الظفر الكبير والحج المبرور. اللهم لا تردنا خائبين، وانظر لنا بعين الرحمة نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا، وكل العنا نعطى في كل حين. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، وتب علينا توبة نصوحة، وزكنا بها جسما وقلبا وروحا. قولوا جميعا نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات إلى يوم الدين، من جميع الذنوب بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله، ومن جميع ما يعلمه الله، ولنا ولأولادنا والحاضرين والغائبين. نطلب من هؤلاء الحبايب